بيبدأ فيلمنا النهاردة مع بطل الملاكمة العالمي تشوي إيكو، واللي بيعرفنا عليه الحكام وقتها اللي بيوصفوه بأنه مقاتل الزومبي. وكمان بنعرف حكايته لما بنشوف إنه في الأساس كان لاعب كورة ملوش دعوة خالص بالملاكمة، لكن بيبان إن حصل خناقة كبيرة بينه وبين لاعب تاني، والخبر طبعا وقتها انتشر في الأخبار. ومن هنا بقى بدأ ياخد قرار ويعمل شيفت كارير، لأنه واضح كده إنه بيكون مقاتل قوي صعب إنه حد يغلبه. هنا بقى بنشوف تشوي بيحضر لماتش قوي جدا، وده بيرجع لفوزه في ماتشات كتيرة واللي بيظهر فيها مدى قوته ومهارته وتغلبه على أخصامه. بنشوف دلوقتي المذيع في لقاء وهو بيسأل تشوي إيه هو سلاحك اللي هتدخل بيه الماتش، فعرفه إن إيده هي أقوى سلاح فيه. لكن سرعان ما بنتفاجئ بخبر سحب لقب البطولة من أندريا، واللي المفروض ده اللي كان هيكون خصم تشوي في المباراة اللي جاية، وده بيكون بسبب انه بيتعاطى ادوية محظورة. ساعتها بقى بنشوف صاحب تشوي والمدرب بتاعه وهم مفكرين ان تشوي متأثر بإلغاء الماتش يا عيني، فالمدرب بيقول للي معاه اما اروح العبه ماتش ملاكمة حلو كده يمكن يفوقه شوية. فرد عليه قال له طب بالسلامة، انا بقى ماتش سعيد عليك. فبيروح المدرب لإيكو علشان يحاول يهون عليه شوية، لكنه بيلاقيه عامل عشا على الضيق كده وضارب الدنيا جزمة ومش همه اي حاجة. المهم تاني يوم بنشوف اخو إيكو اللي هو مدربه معاه كانوا عاملين قعدة على الضيق كده لجمهور إيكو، وبنشوفهم وهما بيقيموا مهاراتهم وقوتهم، وكمان بيتكلموا معاهم بكل تواضع. وكمان بنشوف المدرب وهو بيقول لهم شوية نصايح كده للنجاح، وبيقول لهم إن أهم حاجة تهتموا بالأكل الصحي والرياضة، وكمان لازم يبقى عندكم إرادة وعزيمة علشان توصلوا لهدفكم وتبقوا زي أخويا كده. بنشوف بعد كده إيكو بقى وهو كله نشاط وبيجري وبيعمل تمارينه، لكن بنلاحظ إن في حد بيراقبه وشاف كل تحركاته، بس عامة لما بيروح بيلاقي أشخاص مستنياه، واللي بنعرف إنهم شرطة وبيسألوا على أخوه شكله كده عامل مشكلة. بس بيبان وقتها إن إيكو مش فاهم أي حاجة، ده غير إنه كان بيحاول يوصل لأخوه ومش عارف. فبنلاقيهم قبضوا عليه علشان يكملوا شوية تحقيقات معاه، وهو وقتها بيكون في قمة الغضب علشان ما يعرفش أخوه فين لحد دلوقتي، وبيدخلوه السجن وهم بيبقوا خايفين منه علشان عارفين قوته وإنه لو مسك حد هيموته. المهم بعدها بنشوف إيكو وهو بيحاول يسلي نفسه في السجن وبيعمل شوية تمارين كده، بس في نفس الوقت بنلاحظ إن أحد المساجين اللي معاه بيديله علبة وبيقول له خد كلم أخوك. فبيقول له إيكو أنت هتهزر معايا ولا إيه؟ بس التاني برضه كرر كلامه وقال له خد كلم يونج. فبيفتح العلبة وساعتها بيلاقي جهاز كده، فبيبص حواليه وبعد كده بيلزق حاجة ورا ودنه، وبيبدأ بقى يسمع صوت يونج بس بيكون مشوش شوية، وكمان بيسمع صوت ضرب وصوت أخوه بيتوجع. وبعد كده بنلاقي راجل غريب بيكلمه وبيقول له جاهز نلعب لعبة النهاردة سوا، ومتأكد إنك هتكون الخسران، وكمان هتنفذ كل اللي بقولك عليه بالحرف الواحد علشان تعرف توصل لأخوك اللي عندنا. وبيفهمه وبيقول له خد بالك أنا مراقبك وعارف كل حاجة بتعملها. ساعتها بيكتشف إيكو إنه كل مكان فيه كاميرات، فبيقول له أنا عارف أنت الكاميرا الخفية. فساعتها بيقول رئيس العصابة هو ده عبيط ولا إيه؟ لكن بيبان وقتها على إيكو التوتر وإنه مش فاهم حاجة. وبنسمع كمان رئيس العصابة بيقول له أنت لسه هتتصدم، يلا بينا نبدأ اللعبة ليتس جو. وطبعا مش بيلاقي حل غير إنه يلبس الأسورة اللي في العلبة، وقال في سره هي موتة ولا أكتر. وفجأة بيلاقي باب السجن بيتفتح ومحدش بيحس بحاجة، وبنشوف ان الكاميرات جوه وبره السجن كلها بتصوره، وبيشوفوا الضابط وبيقول له انت طلعت هنا ازاي؟ اقبضوا عليه فورا ودخلوه السجن تاني، وهو واقف برضه مصدوم وبيقول لهم يا جدعان هو ده بجد ولا الكاميرا الخفيه؟ بس عامه بتبدا الشرطه تمسكه وهو ما بيصدق وبيقول يلا بينا خناقه. بيقلب لهم شبه الأراجوز وبينزل ضرب في الضباط اللي ماسكينه، وبعد كده رماهم في السجن وقفل عليهم الباب كمان. بنعرف بقى بعدها ان رئيس العصابة ده بيشتغل في المراهنات، وشكله كده بيراهن على إيكو وإنقاذه لأخوه، وهيشوفوا بقى هينجح في جولة الهروب دي ولا لأ، وبيسأل اللي معاه مين هيراهن على الفوز ومين الخسارة. وعلى العموم بنلاقيه دلوقتي بيحاول يهرب تاني، وطبعا الشرطة مش هتسيبه، بيحاولوا يقبضوا عليه بأي طريقة، لكنه بيلعب معاهم ماتش ملاكمة على الضيق كده بينزل فيهم ضرب كلهم بكل قوته. بس برضو المشكلة ان عددهم كان كبير وكان معاهم حاجة كده بينزلوا بيها ضرب على جسمه، ده غير انهم كانوا محاصرينه من كل حتة فما فيش فايدة برضو. لكن هو بيصمم على الهروب وبيفضل يتنطط شبه القرد على المكاتب، ومحدش وقتها كان عارف يمسكه خالص، لحد بقى ما هو بيمسك الضابط اللي قبض عليه ورماه على الارض وبيقول له ايه ده انت وقعت، اسف ما كانش قصدي. وهنا بقى بيلحق ينط من الباب الحديد على اخر لحظة قبل ما يقفل، وبكده اخيرا بيكون طلع بره مكتب الشرطة خالص ونجح في الجولة الاولى.
ساعتها بقى الراجل بتاع الرهان بيكون لسه متابعه وبيقول له ركز كده ما تخسرنيش الرهان، وبيفضل معاه علشان يعرفه الطريق ويدخل من انهي باب علشان يقدر يخرج لبره السجن. لكن هوب كده بنلاقي الراجل غفله وخلاه يطلع على مكان تدريبات عسكريه، وساعتها بيقول له ايه ده غفلتك انا اسف، بس لو انت جدع يعني اهرب من كل الفرق اللي عندك دي وعدي الحيطه اللي هناك. بنشوف وقتها طبعا ان عددهم والاسلحه اللي معاهم استحاله يعرف يعدي منهم، بس بنعرف برضو ان دي بتكون بدايه جوله جديده في الرهان. بنشوفه بقى وهو بيبدا الاشتباك مع فرقه وبيديهم من اللي فيه النصيب، وهم برضو كانوا قايمين معاه بالواجب الصراحه، وطبعا الرهان كان شغال وصاحبه بيكون مبسوط من اللي بيحصل. المهم عمنا ايكو بقى بيفضل على الحال ده لحد ما بيتزنق في النص بين الفرق، وما لقاش يا عيني غير عربيه الشرطه اللي يستخبى فيها، وبرضه هم كانوا محاصرينه من كل مكان وبيحاولوا يكسروا العربيه على دماغه، لحد اما بنلاقي قنبله غاز اتحدفت جوه العربيه، والظابط وقتها بيقول له جدع خليك جوه بقى، بس طبعا ايكو مش بيفرق معاه الكلام ده وبيطلع من سقف العربيه. المهم دلوقتي الراجل بيكلمه وبيقول له اول ما تلاقي الباب اتفتح امشي على طول مع عقارب الساعه، وفعلا بعد كل ده قدر ينجح في الهروب، واول ما بيخرج بيلاقي عربيه حمراء مستنياه زي ما كان الراجل قايل له بالظبط، دور على الملاك الأحمر علشان توصله يكمل باقي الجولات. فبيقعد يستفسر منها هو ايه اللي بيحصل، مش بتديله إجابة مفيدة، بتقول له بس ما تصدعنيش انت مجرد بضاعة وانا هوديك مكان ما مطلوب مني وبس. بنشوف بقى دلوقتي ان خبر جريمة القتل اللي متهم فيها اخوه انتشر في الأخبار، وطبعا مرات اخوه اول ما بتشوف الخبر بتتصدم على الاخر، بس بنسيبها بصدماتها دلوقتي وبنشوف ايكو والملاك الأحمر وصلوا للمكان المطلوب، وبيدخلوا مكان غريب كده وهي بتعرفه ان ده نادي قمار كبير، فبيسألها وبيقول لها ايوه انا هنا ليه برضه ما بتردش عليه. بتروح بس بعد كده للبودي جارد بتوع المكان وبتقول لهم الراجل ده بيضايقني، وبتسيبه وبتطلع، وطبعا البودي جارد بيحبوا يعملوا معاه واجب لكنه بيضربهم وبيكمل وراها وهو لسه مش فاهم حاجة، لحد بقى ما بيوصل لأوضة كده بيدور فيها على البنت اللي جابته بس مش بيلاقيها، ومرة واحدة الموسيقى بتشتغل والراجل اللي بيكلمه بيقول له مالك كده متوتر ليه؟ فكك كده وروق ويا ريت تغني لنا حاجة بالمرة. فبيتعصب ايكو طبعا بسبب اللي هو فيه ده، فالراجل بيقول له بمنتهى الاستفزاز اهم حاجة تهدي اعصابك، انا ما بحبش اشوفك في الحالة دي، وبيضطر وقتها ايكو يغني علشان يخلص من اللي هو فيه ده ويشوف التاني هيعمل فيه ايه. ساعتها بقى بنلاقي اصحاب المكان مستغربين وبيقولوا ماله ده هو مجنون ولا ايه، بس عامة بعدها بتظهر البنت اللي كانت معاه واللي بنلاقيها بتبلغ الشرطة عن مكان ايكو علشان يتقبض عليه. بس بنروح دلوقتي لرجالة المكان اللي بيهجموا على ايكو، وهو للأسف وقتها حس انه خلاص مش قادر يكمل وهم بينزلوا فيه ضرب، بس وقتها بنسمع صوت الراجل اللي قاعد في ودانه بيقول له مش قلتلك عاوزك تفك علشان اللي جاي، وبيبلغوا ان التارجت بتاعه دلوقتي انه يخلص على كل الرجاله دي. بنشوف بقى دلوقتي شكل الراجل بتاع الرهان ده وهو مستمتع جدا باللي بيعمله في ايكو، وطبعا كل ده علشان يزود نجاح الرهان بتاعه. بس بنرجع مره تانية لايكو وهو بيطلع غله كله في الضرب وبيفضل يضربهم واحد واحد لحد ما بيقضي عليهم كلهم، واول ما بيخلص عليهم الباب بيتفتح علشان يكمل الجوله اللي بعدها. بنشوفه بقى هنا بيبدأ جولة جديدة تماما، والراجل بيقول له عاوزين الباور العالي انت هتضرب ناس كتير في الجولة الجاية، وبيعرفه بقى على الجولة الجديدة وبيقول له خلي بالك الجولة دي شبه لعبة بوكيمون، فخد بالك كده اللي تقابله تفاديه ما تلمسهوش. وفعلا بعدها بنشوفه وهو بيجري والتاني بيبلغه في السماعة انهم مش عاوزين لا قتل ولا ضرب. بعد بقى ما عدى كل ده وعرف يستخبى من اللي بيطاردوه وصل لأوضة كده وبدأ الراجل يرحب بيه وبيقول له اهلا بيك شوف الهدية، فبيروح ايكو يفتح اللعبة وبيتصدم لما بيشوف صورة اخوه وكمان بيلاقيهم قاطعين له صباعه. طبعا بنشوف ايكو في حالة انهيار من اللي بيحصل ده، والراجل وقتها كمان بيقول له انه ممكن يعمل في اخوه اي حاجة تانية. وبنلاقي مرة واحدة باب الأوضة اتفتح وبنشوف عدد من الرجالة جايبة صاحب المكان لإيكو علشان يعمل معاه الصح، واللي بيقول له وقتها انت ازاي تتجرأ وتدخل هنا، وبيؤمر رجالته انهم يموتوه. وطبعا الراجل بتاع الرهان ده في قمة سعادته على الآخر من اللي بيحصل وبيقول لإيكو يلا يا بطل جمع كل طاقتك عاوزك تخلص عليهم. ساعتها بقى إيكو بيشمر وبيقول بسم الله توكلنا على الله، وبينزل فيهم ضرب بكل قوته واحد ورا التاني. لكن طبعا الزعيم بتاعهم مش بيعجبه الوضع ده علشان الرجالة هتخلص كده، فبيأمرهم بهجوم جماعي على إيكو اللي بدأ يضرب بكل قوته خلاص وبيستخدم كل مهاراته اللي اتعلمها وبيضرب كل اللي قدامه واللي وراه ومحدش منهم بيقدر يفلت خالص. وفي لحظة كده بيغمض وبيبان عليه التعب بعد ما طير واحد من الشباك، ومن بعد منه بيجي عليه 2 من الرجالة بيدوله بوكس محترم كده بس بيفوق بعدها وبيستجمع طاقته وفي النهاية بيخلص عليهم، وبكده بيكون عدى الجولة دي كمان. بس بنشوف الاستغراب على وش الراجل بتاع الرهان خصوصا لأنه مش مصدق كل اللي بيحصل قدامه.
المهم بعدها بنشوف على شاشة كده في المكتب اللي فيه إيكو أخوه هو بيتعذب من العصابة اللي خطفاه بتاعة الرهان دي، وفي نفس الوقت بيحاول يونج يلاقي علامة مميزة للمكان علشان يقول لإيكو. فبيجري إيكو ناحية الشباك كده وبيقول له أنا في مبنى هتلاقي عليه صورة واحدة ست. المهم وقتها رئيس العصابة بيقول له عارفك عنيد وبتحاول تنقذه، وريني شطارتك. وفي نفس الوقت بنشوف الشرطة وهي محاصرة المكان كله، فالتاني بيقول له يلا يا باشا اخلع منهم زي كل مرة. وعلى العموم أخيرا بيوصل إيكو للسطح وبيشوف بقى هينط ولا هيعمل ايه في المصيبة دي، لحد ما بيلاقي الضابط وراه وبيقول له سلم نفسك ما تحاولش تهرب. فوقتها بيطلب إيكو من الضابط انه يساعده ينقذ أخوه، بس طبعا التاني مش بيصدقه وبيلبس إيكو الكلبش في إيده وفي الإيد التانية عند الضابط. فبيقول له إيكو لو انت مش مصدقني هاخدك معايا، وبيحاول يقنعه بأي طريقة انه يساعده. وفعلا على اخر لحظه بيفتح الضابط الكلبش وبيسيب إيكو. المهم بنشوف بعد كده إيكو بينط من على السطح، لكن بيقرر انه خلاص يلعب مع رئيس العصابه وبيسيب الاسوره مكانه. ولما بيجي رجاله رئيس العصابه يدوروا عليه بيلاقوه فص ملح وداب، وبيختفي كمان من على الخريطة ومن على كل الشاشات اللي متابعها، وبكده يبقى الاتصال اتقطع بيه تماما. بعد كده بقى إيكو بيفضل يجري وبيدور على لوحة الإعلان اللي أخوه قال له عليها، وفي نفس الوقت ده بنشوف البنت اللي وصلته لنادي القمار بتقدر توصل له وبيحصل بينهم اشتباكات، لكن وقتها إيكو بيضربها ضربة قوية وبيقدر في الآخر يهرب منها. والحمد لله أخيرا بيعدي النفق وبيوصل لبر الأمان، وبيبدأ بقى يدور على الإعلانات اللي بتكون على المباني لحد ما أخيرا بيلاقي إعلان عليه واحدة ست. المهم بنشوف بقى يونج والعصابة واخداه علشان يغيروا مكانه قبل ما إيكو يوصل لهم، بس وقتها بيشوفهم إيكو من بعيد وبيحاول يعدي الطريق اللي كان مليان عربيات، وبنشوفه بقى وهو بيطير فوق العربية بس عربية تانية بتخبطه وبيقع على الأرض، لكنه بيقوم وبيكمل وراهم. المهم وأثناء ما إيكو بيحاول يجري ورا العربية اللي فيها أخوه المخطوف بتيجي عربية تانية من وراه وبتخبطه في العربية اللي قدامه، فبيقع على الأرض وقتها وبيفقد وعيه. بنشوف بعد كده العصابة وهم بينقلوه في عربية إسعاف تبعهم، وفي نفس الوقت بنشوف الشرطة اللي راحت على مكان القمار وبياخدوا كل الناس اللي هناك. وساعتها بيظهر واحد من رجالة المكان اللي إيكو ضربهم وبيقول إنه مش لوحده وهيعترف على الباقي. هنا بقى بيوصل لصاحب مكان القمار لينك على التليفون، وأول ما بيفتح اللينك بيظهر له لوكيشن إيكو، فبيقول لرجالته يلا بينا نخلص من الحوار ده بقى. لكن في نفس الوقت حد بيكلم الشرطة وبيبلغ عن مكان إيكو برضه، بس بنعرف برضه ان دي خطة ايس. اول بقى ما بيفوق إيكو بيلاقي نفسه في استاد كورة كبير جدا كان موجود فيه آلاف المشجعين، وبنشوف معاه برضه نفس البنت اللي ودته لمكان القمار واللي بتقول له خد شوف ده خلينا نخلص بقى. ساعتها إيكو بقى بيشوف اخوه وبيكلمه، وبيكون اخوه موجود في نفس المكان وبيفضلوا يتكلموا كتير جدا ومش وقته يا حبايبي الصراحة. بس في النهاية إيكو بيطمن يونج وبيقول له ما تقلقش هنقذك وكل ده هيتحل. فبيحاول يونج يلمح لإيكو على مكانه وبيقول له نفسي ارجع اقعد في الصفوف اللي فوق زي ما كنت متعود، وهوب الراجل اللي معاه بيديله على دماغه وبيقول له انت بتغفلني يالا. وعامة بعدها بنلاقي اللي ما يتسمى ايس دخل في نص المكالمة وبيقول لهم يا حبايبي تصدقوا صعبتوا عليا، ان شاء الله تتجمعوا على خير مع بعض تاني. وبيبدأ يكلمهم بقى ويشرح لهم اللي جاي، وبيقول لي إيكو وريني شطارتك وانقذ أخوك، ومفيش حل قدامك يا إيكو غير إنك هتقبل الجولة الجديدة علشان تحافظ على أخوك، ولو رفضت هقتله. وبعد كده بيعرفهم إن في جهاز في رجليهم واللي بيكون عبارة عن قنبلة، وبيشرح لهم إنه كل ما كانوا قريبين من بعض هيكونوا في أمان، وكل ما المسافة بينهم تبعد حد فيهم هيموت منفجر. وبيقول لهم انتوا هتقعدوا تعيطوا، انجزوا كده وحاولوا توصلوا لبعض ويلا يا حبايبي ليتس جو. بيبدأ بقى إيكو يتحرك هو والبت اللي معاه اللي مفكرها هتوصلوا لحاجة، لكن مرة واحدة بنلاقي باب الممر اتقفل، وبنشوف من الناحية التانية رجالة نادي القمار محاصرين إيكو علشان يخلصوا عليه. ساعتها بقى بيشتبك إيكو مع الرجالة لكن بيحصل له إصابة، فبتضطر البت اللي معاه انها تساعده يخلص منهم. ووقتها بيمسك إيكو البت اللي معاه وبيقول لها عرفيني مكان يونج، بس هي بتقول له انها فعلا ما تعرفش حاجه. وساعتها بيلاحظ انها اتصابت فبيطلب منها تروح للدكتور، خصوصا ان شكلها كده مش هتفيده في اي حاجه. وبيجري إيكو بقى بين الصفوف بتوع المشجعين بيدور على يونج في كل مكان، وفي وقت ما كان بيحاول يوصل له بيلاقي الجماعه التانيين وراه، وهوب بيلاقي الشرطه من الناحيه التانيه، لكن لحسن حظه يعني بيعدي شويه مشجعين بيهرب وسطهم. واخيرا إيكو بيشوف اخوه يونج وبيقول له انت فين يا اسطى دوختني وقطعت نفسي. وفي نفس الوقت بنشوف يونج وهو بيشغل دماغه على الراجل اللي معاه وبيخنقه، وبعد كده بيعرف يهرب. وبتيجي بقى خلاص اللحظه المنتظره اللي بيتقابل فيها إيكو ويونج وبيجروا على بعض، لكن بالصدفه طبعا بنلاقي ان البوابه اتقفلت. بنشوف بقى ان اللي ما يتسمى ايس بيقول له هي بالسهل كده ولا ايه، يلا ابدأوا بالرهان. لكن في الوقت ده إيكو بيتعصب، بس يونج بيحاول يهديه وبيقول له اجمد يالا مالك في ايه، روح له وعرفه قيمته، خليه يعرف انه لعب مع الناس الغلط.
وبيقول له انا واثق فيك بكل حماس واجري يلا خد حقنا. ومره واحده بيختفي ايكو ويونج من على شاشات التتبع، والراجل وقتها اللي مع ايس بيبلغوا بانهم هربوا، فبيستغربوا جدا ازاي قدروا يعملوا كده. بنلاقي بقى ايكو طالع من سقف المبنى على السطح، فايس بيستغرب اكتر وبيقول يا ترى بيفكر في ايه المجنون ده. وهنا بقى بيفتكر ايكو كلام اخوه وقد ايه هو واثق فيه، وبنلاقيه بعدها مسك لافتة كبيرة وبيفضل يتمرجح بيها يمين وشمال لحد ما بيدخل في شباك ازاز بيكسره بكل قوته. واخيرا كده بيكون وصل للحاج ايس ووقف مفعول القنبلة. اول بقى ما بيدخل ايكو المكان طبعا بيفقد الوعي من الخبطه، وايس واللي معاه بيبقوا في حاله صدمه، وبنلاقي كمان البيج بوس بيكلمه وبيقول له ايه اللي حصل ده، ظبط امورك كده بدل ما اعمل معاك الصح. وفي نفس الوقت بنشوف يونج لما حاول يهرب اتمسك برضه من رجاله ايس، وفي نفس الوقت ده باقي رجالته بيخطفوا ايكو وبيحطوه في عربيه اسعاف، بس لحسن الحظ البنت اللي كانت معاه خدت العربيه وجرت بيه علشان تهربه وترد له الجميل يعني اللي عمله معاها. بعدها بقى البنت دي تواصلت مع ايس وكلمته وقالت له اديني حقي ومش هتشوف وشي خالص بعد كده، وبتدخل بعدها تطمن على ايكو لكن مش بتلاقيه. بنشوفه دلوقتي بيهجم عليها وبيكتفها وبيقول لها تعملي فيا ايه تاني وايه المكان ده، فبتقول له اسمعني ما تظلمنيش ده انا انقذتك يا جدع. وساعتها بيشوف ايكو ابو البنت دي واللي بيتعرف عليه، وابوها بيساله هو انتوا صحاب في التمارين؟ قال له ايوه يا عمي. فبيدي ابو البنت لايكو صورتها وبيقول له دي اجمل بطله. المهم بنشوف بعد كده ايكو بينادي على واحد صاحبه اسمه جيول، وفي نفس الوقت برضه بتقابل البنت الناس اللي بيسلموها الفلوس وبيرموها في وشها وبيهددوها انهم لو شافوها تاني هيخلصوا عليها. بيجي بقى ايس بعد كده وبيقول للجماعه الكبار انا محضر لكم لعبه جديده هتحلفوا بيها ووعدكم هتندهشوا من اللي هتشوفوه النهارده. بس بنسيبهم دلوقتي وبروح لايكو وصاحبه جيول اللي بيحاول يفكر له في خطه تساعده، وبيقول له انت عارف يا ايكو انا عاوز اساعد ازاي بس ما باليد حيله يعني، ده غير ان شغلي مش هيسمح بكده. لكن بعدها بيقول له ايه رايك تعمل بث مباشر؟ فبيندهش ايكو من كلام جيول وبيقول له ايوه صح خطه عظيمه، ازاي ما فكرتش فيها، خلي الكل يشوف. وبيستعد بقى للي جاي وبيضرب حله بروتين لزوم القوه وبيخلص اكل بعد كده وبياخد العربيه وبيروح يشوف حاله. بنشوف بقى بعدها فيديو لايكو بينتشر على الانترنت وهو بيجري في الاستاد لما كان بيدور على اخوه، فبتوريه وقتها مرات يونج لابنه علشان يطمن منه على عمه ايكو. ودلوقتي بنلاقي ايكو مع البنت اللي بتساعده وبتقول له انت فاكر انك هتعرف تشغل دماغك على ايس؟ تبقى غلطان. ايس في ثانيه يعرف يتحكم في كل تليفونات المدينه وخطتك هتفشل، بس هو مش بيرد على كلامها خالص، بس هي بتقول له انت سامعني وانا بكلمك. المهم اول ما بتوصله للمكان بيقول لها يا ستي شكرا تعبتك معايا بالسلامه انت دلوقتي. وبعد كده وهو واقف مع حد من رجاله ايس بيحدف له جهاز جديد زي اللي كان معاه علشان يبقوا على اتصال. وفي نفس الوقت جيول صاحبه هو ومجموعه من زمايله في الشغل كان ليهم كده في شغل الهاكر بيبداوا يشغلوا اللايف لايكو، وطبعا بيعملوا حسابهم في كل حاجه وكانوا جاهزين باجهزتهم وبرامج التشفير علشان عارفين ان ايس يقدر يقفل كل اللي بيعملوه، وعلشان كده بيتفقوا على لحظه مع جيول وبيبداوا فيها البث المباشر سوا. بيبداوا بقى العد التنازلي وبعدها بيشتغل البث على كل شاشات المدينه وعلى التلفزيونات، وبيحاول وقتها اصحاب جيول انهم يسيطروا برضو على التتبع لايس وبيخترقوا فعلا الاجهزه وبكده بتنجح خطتهم. بنشوف بقى ايكو بيوصل محطه مترو وبعد كده بيشوف باب اسانسير عليه علامه كده، فبيدخل الاسانسير وبيلاقي ايس طالع له على شاشه بيقول له اجهز هنتقابل قريب يا ايكو تشوي. فبيرد عليه ايكو وبيقول له انت بق يالا لو جدع تعالى لي فيس تو فيس وانا اوريك. بس ايس رد عليه وقال له معلش اصل حارج منك شويه بس هتلاقيني مجهز لك مفاجاه هتعجبك على الاخر. بتظهر بقى تاني البنت اللي كانت بتساعده وبنلاقيها بتفتكر اللي عملوا فيها ايس وبتقول هاخد حقي ومش هسيبك يا ايس. ولما بيطلع ايكو من الاسانسير بيلاقي اخوه في وشه، بس لما بيقرب عليه بيجي شخص وبيضربه فبيقع ايكو على الارض، وبعد كده بيديله جوانتي الملاكمه وبيقول له علشان نبدا الماتش. ده غير ان ايس بيقدر يشفر البث المباشر، بس بتطلع البنت تقول في البث ان اللي ورا كل اللي بيحصل ده ايس مش ايكو. فبيسمع ضابط الشرطه واصحاب مكان القمار الكلام اللي بتقوله البنت ده اللي بنشوفها دلوقتي وهي بتروح لجويل وبتقول له يلا ننقذ ايكو، وبتعرفه كمان انها هتقدر ترجع البث تاني. بس بنيجي دلوقتي للمهم وبنشوف ماتش سخن بين ايكو واندريا، الضرب كان شغال من هنا وهنا ومولع على الاخر، وفي نفس الوقت يونج بيوجه ايكو من بعيد وبيقول له ركز وانا واثق فيك. وفي نفس الوقت بتقدر البنت توصل لمكان ايكو، وفي نفس الوقت برضه اندريا بيمسك ايكو وبيهبده في الحيطه وبياخده بعدها يرميه على الارض وبيديه ضرب لما شبعه. طبعا اللي ما يتسمى ايس بيكون مبسوط بخطته انها بتنجح، بس الكلام ده مش على بطلنا ايكو اللي بيبدا يدافع عن نفسه وبيزنق دماغ اندريا برجله وبيخنقه جامد. لكن اندريا ما كانش سهل برضه وبيقدر يدافع عن نفسه،
في وسط بقى الماتش والضرب اللي رايح جاي ده، اندريا بيدي لايكو ضربه بتدوخه، وبيجي كمان ايس يمسك ايكو من ايده اللي بتوجعه وبينزل اخوه لتحت ومش عارف كده بيوديه لفين، وبيقول لي ايكو معلش اصل اخوك مزعج شويه وانا مش عارف اركز في القتال. هو طبعا وقتها بيكون بيشجع اخوه وبيقول له هتلعب عدل ولا لا، قوم اضرب كده بغل وغضب. فبيرجع ايكو للحماس وطاقته بتزيد وبيقوم يكمل ضرب في اندريا. طبعا ايس بيبدا جوله جديده ورهان جديد وبيقول اللي معاه يلا خمنوا ايكو هيكسب ولا هيخسر. وفي نفس الوقت ده البنت دي بتنزل تحت العربيه المسؤوله عن تنظيم الداتا والشبكات بتاعت ايس، وبيساعدها جيول في تركيب فلاشه هتخليهم يتحكموا في انظمه ايس بالكامل. وفعلا بتنجح البنت بمساعده جيول واصحابه في البرمجه انهم يقدروا يرجعوا البث من تاني. وساعتها بتتفاجئ الناس لما بيشوفوا اندريا بيقاتل ايكو، وطبعا بيبقى كله شايف اللي بيحصل عن طريق البث المباشر. بنرجع دلوقتي الماتش ايكو واللي بنلاقيه خلص على اندريا وبيروح بعدها يفك اخوه، لكن مره واحده بيفوق اندريا تاني وبيغفل ايكو وبينزل فيه ضرب. لكن ساعتها الشرطه بتوصل واهل ايكو والمدينه كلها كانت رايحه للمبنى اللي شغال فيه الماتش ده، وايس اكتشف لكن بعد فوات الاوان ان الاجهزه بتاعته كلها اخترقت وكل حاجه خلاص بقت واضحه للناس والشرطه. وقتها طبعا كل اللي بيراهنوا معاه اختفوا وقالوا له بالسلامه انت بقى روح حل مشاكلك، وكل الاجهزه بتفصل وبتنتهي كل المراهنات بتاعته. بس المشكله ان لسه اندريا كان زانق ايكو ونازل فيه ضرب على الاخر، التاني يا عيني مش قادر ياخد نفسه، فبيحاول اخوه يشجعه بكل الطرق لكن ايكو كان مستسلم تماما. والحمد لله بيقوم ايكو بيستعيد قوته وبيدي لاندريا رجل بتطيره بيخبط في جدار المبنى، وبيروح بعدها ايكو ليونج علشان ينقذه وهو بيقول له انا قلت لك ثق فيا، وبيمسك في ايده وبيطلعه من المكان اللي كانوا فيه. بس لما بيخرجوا من المكان الناس بتخاف منهم ومش بترضى تساعدهم. وفي نفس الوقت ده ايس كان لسه مصمم يكمل وبيكلم ايكو وبيقول له انا لسه ما خلصتش، فبيسيب اخوه وبيروح يخلص الحوار الحمضان ده، وبيفضل ايكو يدور عليه لحد ما بيشوفه من الشباك وبيقول له انت عاوز مني ايه؟ فبيرد عليه ايس وبيقول له انت مفكر نفسك فزت يا غبي. فايكو بيقول له غبي انا هعرفك تكلمني ازاي، وبيقف له وبيقول له خليك جدع كده وتعالى عرفني تقدر تعمل ايه. بيظهر بقى ايس وقتها وبينط من الدور اللي فوق على ايكو واللي بيقدر يعوره في ظهره وبعد كده في رجله، وبيستغل بقى ان ايكو خلاص ما بقاش عنده طاقه فبيبدا يضربه براحته. بينهال عليه بقى بالهجمات والضربات والركلات لحد ما بيقول له احنا لازم نقفل اللعبه قفله حلوه، لكنه مش بيلحق يعمل اي حاجه. بتيجي البنت الشجاعه وبتضرب ايس كده كام ضربه، وبعد كده ايكو بيفوق وبيشيل ايس وبياخده وبينزل بيه من فوق المبنى العالي ده. بتنزل بعدها البنت تطمن على ايكو واللي الحمد لله بيكون لسه عايش، واللي بيرد عليها وبيقول لها انا عايش عايش بطلي تندبي شويه. وهي فعلا وقتها بيكون باين عليها انها قلقانه عليه جدا. وطبعا زي ما احنا متعودين ان الشرطه بتيجي في اخر الفيلم وبيظهر وقتها الضابط وبيطمن الصحافه وبيبلغهم ان الشرطه وقفت اللي بيحصل ده وعرفهم انهم اعتقلوا كل المتهمين وقدروا يسيطروا على كل حاجه. وبتحاول بعدها البنت تطمن على ايكو بنظره اخيره وهو كمان بيبص لها، وبتيجي برضه مرات يونج تطمن على ايكو هي كمان. واول ما بتشوف يونج داخل عليهم مش قادر يقف بتجري عليه هي والصحافه، بس برضه كانت رايحه تتخانق معاه فبيقول لها ده وقته يا شيخه مفتريه، فقالت له تصدق عندك حق، وجات عياله حضنته حضن مطارات برضه. والمهم اننا بنشوف ايكو بعد كده ويونج في عربيه الاسعاف ربنا يشفيهم، وساعتها ايكو بيهزر مع اخوه وبيقول له انا مش عاوز اروح البيت تعالى نلعب تاني، وبيفضلوا يضحكوا. ولحد هنا بيخلص الفيلم على كده. لو وصلتوا لحد النهايه ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وتكتبوا لنا رايكم في الكومنتات، واللي اول مره يشوفنا يشترك في القناه علشان يشوف كل الملخصات اللي جايه. سلام.